أهلا وسهلا بكم في أم الدنيا، أهم العواصم العربية وأكبر المدن الأفريقية. أهلا بكم في القاهرة. يصحبكم برنامج آثار وحكايات في رحلة مع تاريخ محافظة القاهرة ومعالمها وحكاياتها المحفورة في ذاكرة التاريخ وتزخر بها العديد من المجلدات والكتب. ففي هذه الحلقة يعرض لكم برنامج آثار وحكايات تاريخ متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، فكونوا معنا. متحف الفن الإسلامي بالقاهرة يعد أكبر متحف إسلامي بالعالم، حيث يضم مجموعات متنوعة من الفنون الإسلامية من الهند والصين وإيران، مرورا بفنون الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا والأندلس، حيث يحتوي على أكثر من 100,000 تحفة تشمل جميع فروع الفن الإسلامي في مختلف العصور. كما تميزت مجموعاته الفنية بتراثها من حيث الكم والكيف، مما جعله منارة للفنون والحضارة الإسلامية على مر تاريخه، وأصبح منهلا لكل الباحثين والمؤرخين والزائرين على مختلف فئاتهم. أصدر الخديوي توفيق أمر إلى وزارة الأوقاف لجمع كل التحف الفنية النفيسة الموجودة في المساجد والبيوت الإسلامية، فظهر لأول مرة في العالم متحف الآثار الإسلامية، وكان عبارة عن غرفة واحدة سمح للجمهور بزيارتها لدراسة ما بها من آثار. وفي عام 1884 أصبح مسجد الحاكم بأمر الله هو مقر لدار الآثار العربية، وتشرف عليه لجنة حفظ الآثار. النهارده في متحف الفن الإسلامي في باب الخلق في القاهرة. متحف الفن الإسلامي بدأ حكاية نشأته أو إنشائه من عصر أسرة محمد علي. بدأت الفكرة في عهد الخديوي إسماعيل، لما كانت الفكرة إن إحنا هنبتدي نجمع بعض القطع المهمة جدا اللي بترجع للحضارة الإسلامية، وكانت البداية موجودة جوه جامع الحاكم بأمر الله في شارع المعز في الإيوان الشرقي. بدأ عدد القطع الأثرية دي اللي كانت بتيجي عن طريق الإهداء أو الشراء أو الحفائر بدأ عددها يزيد، فتم إنشاء المتحف العربي في صحن جامع الحاكم بأمر الله. ولكن مع ازدياد عدد القطع برضو جت فكرة إنشاء المتحف هنا، وتم إنشاءه وافتتاحه في 1903. متحف الفن الإسلامي مكون من 24 قاعة، والقاعة الرئيسية اللي احنا واقفين فيها اللي هي بتضم أسس الحضارة الإسلامية. أسس الحضارة الإسلامية اللي كان أولها القرآن الكريم والسنة النبوية. علشان كده بنشوف أول قطعة معانا مصحف بيرجع للعصر الأموي، مكتوب بالمداد أو بالحبر البني على رق الغزال. المصحف ده من المصاحف طبعا النادرة جدا، ورجوعه للعصر الأموي في حد ذاته في الحالة دي يعتبر قيمة فنية فريدة. من أسس الحضارة الإسلامية تاني اللي كانت مهمة جدا اللغة العربية. القرآن الكريم لما نزل باللغة العربية زادها شرف وزادها أهمية، فكانت بعد ما تمت حركة الترجمة من العلوم السابقة للغة العربية، كمان العلماء المسلمين استخدموا اللغة العربية أو الخط العربي، غير في العلوم استخدموه كمان في شتى أنواع الزخارف على كل أنواع التحف الأثرية أو التحف اللي بتخص الحضارة الإسلامية. عشان كده بنشوف معانا مشكاة من الزجاج بترجع للعصر المملوكي، وبنشوف عليها الخط الثلث المملوكي اللي كان في الوقت ده يعتبر ازدهار الخط المملوكي او خط الثلث كان في العصر المملوكي. بنشوف كمان على المشكاة الزجاجية دي اللي هي كانت بترجع للعصر المملوكي، وكانت بتخص الامير شيخو احد امراء الامير الناصر محمد بن قلاوون، كانت بيتم استخدامها في اضاءة المساجد. كمان عندنا من اسس الحضارة الاسلامية العلوم.
العلوم اللي قد ايه العلماء المسلمين اهتموا بيها وكانوا بارعين جدا فيها واضافوا ليها الكثير وصححوا فيها كتير، علم الفلك. عشان كده بنشوف معانا فاترينا فيها ادوات بتخص علوم الفلك اللي كانت بتساعد المسلمين في تحديد اوقات الصلاه، في تحديد الشهور العربيه او الشهور القمريه، تحديد وقت الحج. كمان كانت بتساعد التجار في رحلاتهم التجاريه او كمان في رحلات الحج. عشان كده بنشوف فاترينا مهمه جدا في القاعه الرئيسيه بتضم ادوات تخص علم الفلك. كمان عندنا من أسس الحضارة الإسلامية التسامح الديني. عشان كده بنشوف واجهة المدخل الرئيسي للمتحف باب خشبي عليه صفائح فضية، يعتبر أكبر باب في العالم أو أكبر باب في الحضارة الإسلامية عليه نسبة الفضة دي. الباب ده يرجع للعصر العثماني ومكتوب عليه اسم الصانع اللي صنعه، اللي هو كان يهودي وكاتب اسمه على الباب يهوذا أصلان. فده دليل كبير على التسامح الديني، خاصة انه باب بيخص السيدة زينب اللي هي سيدة من آل البيت. كمان عندنا من أسس الحضارة الإسلامية المساهمات غير العرب. طبعا بعد اتساع رقعة الدولة الإسلامية في بلدان غير عربية، فابتدوا لما بيتقابلوا غير العرب وغير العرب في شعيرة الحج، فكان بيتم تبادل للثقافات. عشان كده بنشوف عندنا فاترينا فيها مفتاح للكعبة بيرجع للعصر المملوكي للسلطان الأشرف شعبان، وفي كمان علبة مكتوب عليها كل البلدان اللي دخلها الإسلام في شرق العالم الإسلامي باللغة الفارسية. كمان معانا من مساهمات غير العرب الفاترينا اللي فيها الإبريق والطست اللي بيرجعوا للعصر الصفوي في إيران. متحف الفن الإسلامي بيضم زي ما قلنا على يمين الداخل هنلاقي قاعات تم ترتيبها على حسب التسلسل التاريخي. بنلاقي معانا قاعة فيها الآثار أو التحف الأثرية اللي بتخص العصر الأموي والعباسي، اللي من أهمها إبريق مروان ابن محمد البرونزي، وكمان فيها كأس زجاجي يرجع للعصر العباسي، بيؤكد ان مصر من اول البلدان اللي تم استخدام فيها البريق المعدني على الزجاج او على الخزف، نظرا لحرمانيه استخدام الذهب والفضه، فلجأ الفنان المسلم او الحرف المسلم ان هو يعمل بريق يشبه البريق المعدني على الزجاج وعلى الخزف. بعد كده لما بنخرج من العصر العباسي بنمر على 3 قاعات بيرجعوا للعصر الفاطمي، لان العصر الفاطمي امتد في مصر لاكثر من 200 سنه، فبنلاقي عندنا 3 قاعات بيضموا مجموعه كبيره جدا ونادره من التحف الاثريه اللي بترجع للعصر الفاطمي، فيها بعض ادوات الاضاءه زي المسارج اللي كانت بتستخدم في العاده في البيوت. هنلاقي عندنا مسارج فخاريه ومسارج من المعدن اللي كانت بتضيء داخل المنازل. هنلاقي كمان عندنا مجموعه كبيره جدا من الاطباق الخزفيه اللي تزينت بالبريق المعدني، واهمها طبق غبن اللي هو الطبق ده اللي يعتبر اكبر طبق في الحضاره الاسلاميه كلها من حيث الحجم بتاعه. كمان عندنا مجموعه كبيره ترجع للعصر الفاطمي عباره عن محاريب صغيره من الخشب، وكمان عندنا محراب بيرجع لعصر او لمشهد السيده رقيه، بنلاقي عليه بدايات الطبق النجمي اللي هو زخرفه هندسيه بتخص الفنان المسلم، وكانت بدايتها موجودة على محراب السيدة رقية. بعد كده بندخل على العصر الأيوبي، هنلاقي عندنا العصر الأيوبي قاعة واحدة بس في متحف الفن الإسلامي. الدولة الأيوبية ما كانش عمرها كبير، كمان كانت مرتبطة بالحروب الصليبية، فما كانش فيه تركيز قوي في الناحية الفنية أو اللي بتخص الفنون. لكن هنلاقي في العهد الدولة الأيوبية انتشرت فكرة المدارس لتدريس المذاهب السنية الأربعة. عشان كده هنلاقي عندنا باب خشبي مصفح بالنحاس بيرجع لمدرسة الإمام الشافعي عندنا في القاعة الأيوبي. كمان من رموز التسامح الديني في القاعة الأيوبي هنلاقي قصرة من الخزف عليها مشهد نزول السيد المسيح من على الصليب بجانب السيدة العذراء، والقطعة الثانية من التحفة دي موجودة في متحف بناكي في أثينا. بعد كده بندخل على العصر المملوكي. الدولة المملوكية كانت برضو عمرها طويل، وبنقول على الدولة المملوكية هي ازدهار الفنون في مصر، وكانت مرحلة مهمة جدا في الصناعات وفي الفنون. بنلاقي 3 قاعات معانا بيخصوا الدولة المملوكية، فيهم مجموعة كبيرة جدا من أدوات الإضاءة المعدنية، مجموعة كبيرة من المشكوات الزجاجية كأدوات إضاءة برضو بتستخدم في المساجد. بنلاقي شمعدانين مهمين جدا
الشمعدان كان برضو من ادوات الاضاءه المهمه. بنلاقي شمعدانين بيرجعوا للسلطان الاشرف قايتباي لما حصل حريق في الحجره النبويه، وارسل بعثه كامله لاعاده ترميم واعاده احياء الحجره النبويه، وكان معاهم شمعدانين لاضاءه الحجره النبويه. بنشوف الشمعدان بياخد الشكل المخروطي وبينتهي بالشماعه او ببيت الشمعه، وطبعا عليه الرنك الخاص الكتابي الخاص بالسلطان الاشرف قايتباي. بعد كده في العصر المملوكي بنشوف باترينا بتخص ادوات الزينه اللي بتخص المراه، من بيتم حفظ فيه الزيوت او العطور، كمان مجموعه من الامشاط والمرايا. كل ده بيرجع للعصر المملوكي. كمان بنشوف باب مهم جدا خشبي مصفح بالنحاس بيرجع للعصر المملوكي. بنقول ان الباب ده استخدم عليه الفنان او الصانع الخداع البصري، لان احنا لو بصينا على الباب من بعيد هنشوف مجموعه من الزخارف النباتيه والكتابيه بس، لكن لو دققنا النظر وقربنا هنشوف ان نهايات الزخارف النباتيه دي عباره عن رؤوس طيور ورؤوس حيوانات. بعد كده بندخل على العصر العثماني وبنلاقي من اهم التحف الخشبيه اللي انتشرت في العصر العثماني كانت المشربيات اللي كانت بتحافظ على حرمه البيوت. تقدر السيده ان هي تشوف او تنظر الى الشارع من غير حرمه البيوت، لان الخارج البيت ما بيقدرش يشوف اي تفاصيل جوه البيت من ورا المشربيه. بنلاقي حاجه عندنا اسمها مشربيه لو مزوده باماكن بيتحط عليها ادوات الشرب، ولو كانت غير مزوده بقى بمكان يتحط عليه ادوات الشرب الفخاريه بنسميها مشرفيه فقط، لان هي بس وظيفتها ان هي تشرف على الشارع. عندنا اللي داخل على متحف الفن الاسلامي على يساره هيلاقي عدد من القاعات اللي بتضم موضوعات متخصصه. زي هنلاقي اول قاعه معانا قاعه علم مهم جدا اهتم بيه علماء المسلمين وبرعوا فيه، وبرضو اضافوا ليه الكثير وغيروا فيه، اللي هو علوم الطب والصيدله. هنلاقي عندنا قاعه الطب بتضم قميص بنسميه القميص السحري، بيرجع لايران للعصر الصفوي، ومكتوب عليه او منفذ عليه بعض الايات القرانيه والرموز والارقام والطلاسم والادعيه اللي يعني بيقال ان هي بتحفظ اللي بيلبسه من القتل. عندنا كمان ده اللي بنسميه الطب الشعبي اللي هو زي القميص السحري. كمان عندنا حاجات بتخص الطب الشعبي زي طاسات الخضه. عندنا بعض الطاسات دي منفذه او مصنوعه من الخزف ذو البريق المعدني، وبعضها مصنوع من النحاس. كمان عندنا في قاعة الطب مخطوطات مهمة جدا، من ضمنها مخطوط لتشريح جسم الإنسان، وعندنا مخطوط كمان مخطوط الغافقي بيرجع للعصر العثماني، مكتوب فيه خصائص النباتات الدوائية وإزاي بيتم استخدامها للشفاء من الأمراض. كمان عندنا مجموعة من أدوات التشريح اللي كان بيتم استخدامها في تشريح الجسم، وكان الطالب إذا ما عداش من اختبار التشريح ما بيكونش يقدر يكون طبيب. عندنا كمان بعد قاعة الطب بنشوف قاعة الفلك والرياضيات، فيها مجموعة كبيرة من الأدوات الفلكية زي الربع المقنطر، زي الاسترلاب، زي البوصلة. عندنا مخطوط مرسوم عليه ساعة الفيل. كل الأدوات دي أو كل الحاجات اللي تم الفنان المسلم قدر يطورها علشان يستخدمها في رحلاته التجارية، في تحديد المواقيت، تحديد صلاة العصر وصلاة الفجر أو صلاة المغرب والعشاء. فكل ده كان بيساعده ان هو يحدد الاوقات دي بدقة اكبر. كمان بنشوف عندنا نماذج للساعات الشمسية ونموذج للساعة الرملية. بعد كده في عندنا قاعة المياه والحدائق، فيها مجموعة من الشبابيك اللي تم تنفيذها من الجص المعشر بالزجاج، وكمان شبابيك من خشب الخرط. كمان عندنا نافورة معروضة برضو في قاعة المياه والحدائق، وعندنا مجموعة من الأزيار والكلج المعروضة برضو اللي بتخص المياه. بعد كده بنلاقي عندنا قاعة الحياة اليومية اللي بنشوف فيها نموذج للمدفأة الإسلامية، بنشوف فيها شوار العروسة، نماذج من الحلي الذهب اللي كانت بتستخدمها العروسة، وبرضو فيها مجموعة هامة من الشبابيك اللي كانت بتكون جوه المنازل الإسلامية.
بعد كده بنلاقي قاعة النسيج فيها مجموعة مهمة جدا ونادرة من النسيج. كمان في قاعة للسجاد، سواء السجاد اللي كان بيستخدم في الصلاة أو السجاد المعلق على الحوائط أو السجاد كمان الخاص بالأرضيات. مجموعة مهمة جدا بترجع لإيران. عندنا كمان قاعتين بيخصوا شواهد القبور. شواهد القبور عندنا اللي هي مسجل عليها أنواع الكتابات، بنلاقيها معمولة من أو منفذة من الرخام ومن الحجر ومن البازلت، اللي كان بيسجل عليها معلومات عن المتوفى، اسمه، تاريخ ميلاده أو وفاته، وكمان الدعاء ليه أو بعض أبيات الشعر الدينية. بعد كده بنلاقي عندنا قاعة بتضم مجموعة مهمة جدا من التحف المعدنية ومن البلاطات الخزفية بترجع لشرق العالم الإسلامي. وفي الآخر بنلاقي قاعة بتضم بعض القطع اللي ترجع لأسرة محمد علي. وكمان بنلاقي معانا قاعة أضيفت في 2017 للمتحف اللي هي قاعة العملة والسلاح. My name is Slobodan Petrovic, and I'm a simultaneous interpreter and a passionate globetrotter from Serbia. I've been coming to Egypt since I was a child. My first visit to Egypt happened when I was 3 years old, and ever since I've visited Egypt for 52 times. So far, I've been to 108 countries, and Egypt is still one of my favorite countries, which I keep returning to, and I believe that I will keep returning to this very country for as long as I'm alive. I'm coming from Serbia, and there are numerous historic ties between our two countries during Marshal Tito and President Nasser, which have been extended to this very present day. But it's not the only reason why I keep coming here. Egypt is one of the rare countries which has brought me for life. Its culture, its people, its food, its layers of history have been truly inspirational. From the ancient traditions to the medieval Muslim heritage to the contemporary times, everything has been designed and made here to fulfill the desire of the traveler willing to discover the country. Apart from the multitude of historical sites, attractions, there is something far more important Egypt has to offer to the world. Egypt teaches us a lot of things. It teaches how to smile, it teaches us how to appreciate, it teaches us how to love, it teaches us how to be kind, it teaches us how to be generous. It's been my pleasure to discover this exceptional country, its people, its beauty, its nature, its landmarks, its sights and sounds, its smells, and above all, its mysterious layers, which nobody stays immune to. Thank you very much for your hospitality, and thank you for preserving all the heritage alive for the generations to come. And all of us are yearning for the very same thing. That's love, being loved, respected, admired, appreciated. And that's what makes this world beautiful. Egypt is incredible. ومن داخل أحد أبرز المناطق السياحية والأثرية في مصر كانت حلقتنا اليوم، وإلى لقاء جديد وحلقات جديدة وبرنامج آثار وحكايات.